السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا حبايبي احنا في رحلة كده في الإسكندرية، هنشوف كل المعالم مع بعض بإذن الله وأصورها لكم. دي المكتبة احنا داخلينها دلوقتي. طبعا ده شباك التذاكر، بس اللي مطلعنا الرحلة طبعا تبعه، هو اللي بيدفع وكده. جمال يا جماعة، والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله، منظر جميل، منظر رائع. دخلت المكتبة، طبعا اللي هناك دي القبة السماوية، بس للأسف ما عرفناش ندخلها، كانت محجوزة كلها. بصوا يا حبايبي، جامعة الإسكندرية كلية التجارة بالظبط، قصاد بالظبط الرصيف بتاع المكتبة. احنا كده نازلين تحت، ملحق متحف الآثار ما شاء الله. جنب الميزان كده ده كان اسمه قبل او العمعة، كانت راسه راس تمساح وجسمه جسم اسد ونص الاسد كان فرس النصر. تاني واحده هنا دي اسمها برديه اني، دي كانت واحده من اجمل برديات كتاب الموتى عشان الوانها كانت زاهيه ولون زاهيه كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هنا دي البرديه الوحيده المتبقيه في مكتبه اسكندريه القديمه. المكتبه القديمه كانت اتحرقت مرتين، مره سنه 48 قبل الميلاد والمره الثانيه سنه 391 ميلاديه. والبرديه دي فيها 7 قصائد باللغه اليونانيه القديمه، وكانت برضه تعتبر فهرس لمحتويات المكتبه القديمه. تمام؟ بعد كده هنا دي نسخه من كتاب وصف مصر، وكتاب وصف مصر ده كان بيعتبر من اهم الكتب عن تاريخ مصر، كتبوا علماء الحمله الفرنسيه اللي كانوا مع نابليون. ده لان نابليون كان انبهر جدا بالحضاره المصريه، فامر العلماء والرسامين اللي كانوا معاه ان هم يوثقوا كل حاجه شافوها في مصر في كتاب واحد. الكتاب ده عباره عن 21 جزء، ده جزء واحد بس منهم، والنسخه دي مطبوعه في باريس في فرنسا سنه 1821.
بعد كده هنا في وحدات عرض الاديان. هنبدا باليهوديات. دول خطين من التوراه، الاولى مكتوب خط الايد باللغه العبريه، اما الثانيه فدي مطبوعه. والصندوق الخشب ده كانوا بيستخدموه علشان يحافظوا على اللسان الاحمر. الخطين دول بيرجعوا لسنه القرن ال 18. الكتاب ده اسمه توراة فيرارا. فيرارا دي كانت مدينة صغيرة في إيطاليا هرب ليها اليهود الأسبان، وهناك كتبوا التوراة دي بلغة كان اسمها لغة اللاتين، واللاتينة دي كانت مزيج ما بين اللغة العبرية واللغة الأسبانية. بعد كده هنا دي اللي اسمها المخطوطة السينائية. المخطوطة دي مهمة عشان هي دليل على حاجة كان اسمها الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية دي حصلت في القرن الثالث قبل الميلاد، لما 72 شخص يهود ترجموا التوراة من اللغة العبرية للغة اليونانية القديمة، وهي اسمها المخطوطة السينائية عشان في القرن الرابع الميلادي تم العثور عليها على سفح جبل في دير سانت كاترين في سيناء. بعد كده هنا في المسيحيات ده اسمه انجيل جوتنبرج. هو اسمه جوتنبرج عشان بيتسمي على اسم يوناس جوتنبرج اللي اخترع آلة الطباعة، وده برضه أول كتاب مطبوع في العالم بيرجع لسنة 1456 ميلادية. بعد كده هنا دي نسخة الفاتيكان من الإنجيل، كانت إهداء من الفاتيكان لمكتبة اسكندرية، وبرضه مكتوب باللغة اليونانية القديمة. أما هنا دي مجموعة من الأناجيل، دي مكتوبة باللغة العربية، دي من أوائل الأناجيل اللي كتبت باللغة العربية. والكتابين اللي جنب الإنجيل هو الإنجيل أول كتاب، دول شرح للإنجيل ولكن بطريقة مبسطة شوية. أما هنا في المخطوطات الإسلامية دي مجموعة من المصاحف، دي بترجع للقرنين 16 و 17 الميلادي، وبتظهر قد إيه العرب كانوا بيحطوا إفرت في تزيين المخطوطات، بالأخص المخطوطات الإسلامية، زي إن هم كانوا بيستخدموا الأحجار الكريمة، كانوا بيطحنوها ويمسكوها مع الصمغ العربي علشان اللون يفضل ثابت لأطول فترة ممكنة. بعد كده بدأوا يستخدموا الذهب، يا إما يزينوا بيه الصفحة كلها أو في الفصل بفواصل الآيات زي كده. بعد كده هنا في وحدة عرض المتوقعات، هي اسمها كده علشان المخطوطات دي مهتمين جدا بزينتها، وبرده مستخدمين فيها ماء الذهب والأحجار الكريمة. أول مخطوطة اسمها نهج البردة للإمام البوصيري، هي ليها قصة إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده شلل إنه الإمام البوصيري اللي كاتب القصيدة دي كان عنده شلل نصفي، وفي يوم نام وحلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيغطيه بعباية كان اسمها البردة، وتاني يوم صحى لقى نفسه في حال أفضل، فحس إن دي معجزة، فحب إنه يكتب قصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. ودي بترجع للقرن ال 16 ومكتوبه بخط اسمه خط الثلث. بعد كده هنا ده اسمه مصحف منمنم، ده ضمن فن اسمه مدمنمات، يعني الحاجه بتطبع او بتتكتب بشكل صغير، وده برده متزين بالاحجار الكريمه والذهب. تاني مخطوطه هنا دي اسمها مسالك الابصار، دي مخطوطه في الطب البديل وازاي نقدر نستخدم النباتات في العلاج. اخر واحده هنا اسمها كتاب سنن ابن ماجه، ده كانت من اهم الكتب في علم الحديث والتفسير. فالملك حب يدي حاجه تكون قيمه فاهداف بتاعتين، ومصر كانت هي الدوله اللي بتصنع الكعبه دي لحد سنه 1962. وبعد كده بعد ما كانت بتصنع كانت بتلف البلد وتحصل احتفالي كان اسمه المحفل المصري، وبعد ما كانت بقى يعني بيحتفلوا بيها كده كانت بيكونوا بقى شكلها للسعوديه. تمام؟ بعد كده هي مخطوطات بقى مختلفه في علوم مختلفه زي مثلا المنطق والفلسفه، فدي بقى مجموعه من المخطوطات في مذهب التصوف. بعد كده هنا دي مخطوطات في الفلك والتنجيم، العرب كانوا من أبرع العلماء في الفلك والتنجيم، وهم طوروا أجهزة كتير كانوا بيستخدموها سواء في استطلاع هلال شهر رمضان أو في تحديد أماكن الأجرام السماوية زي مثلا الأسترلاف. ومن أهم الكتب هنا هو أول كتاب هنا ده اسمه رسائل أخوات السفر، هو كان كتبه أخين علماء العراق في أخوات السفر، وبرضه بيظهر فيه واحدة بيظهر فيه حاجة بتستخدمها في الحرب الأرض زي الأجرام الفلكية، يعني الصفحة دي فيها دايره فيها البرج الفلكي واكثر برج موافق ليه افاضله، والمخطوطه دي بترجع لسنه 1505 ميلاديه. بعد كده هنا بعد كده دي هنا مجموعه من المخطوطات في العلوم الخفيه. العلوم الخفيه علوم تحديد السحر والجن، واشهر المخطوطات هنا هي شمس المعارف للبوني والجفر الجامع. اما هنا فدي مخطوطات في الرياضيات، واشهرهم هي مخطوطه تحديد اصول الهندسه تقليدس اللي هي اول واحده هنا. وقليدس هو اللي يعتبر يعني مؤسس لعلم الهندسه، وكان من تلاميذ فيثاغورس. والمخطوطه دي بترجع من اللغه اليونانيه للغه العربيه. وقليدس ده كان مشهور جدا بحبه الاسكندريه عامه، وعاش فيها فتره كبيره من حياته ومات. اما هنا فدي مخطوطات في الطب، واشهرهم اول واحده دي اللي هي اسمها الهندسه في الطب لابن النفيس. وابن النفيس كان مشهور جدا ان هو اللي اكتشف الدوره الدمويه في جسم الانسان وبرضه وظائف القلب والرئتين. تاني واحده هنا هي مخطوطه الوصفي في الطب لابي بكر الرازي، برضه هي مشهوره علشان ابي بكر الرازي ده كان ليه اسهامات كتير في الطب والصيدله. في الطب مثلا كان هو اللي اخترع
الخيوط الجراحيه اللي بنستخدمها في العمليات لحد النهارده. اما في الصيدله كان من اوائل الناس اللي يعني تقول ان احنا المفروض نستخدم او اخترعت الحبوب اللي احنا بنستخدمها في العلاج وبرده المراهم. بعد كده كمان الجوده بتاعتنا هنا دي مجموعه من الكتب المنمنمه. المنمنمه دي كتب حقيقيه مطبوعه، بس هي مطبوعه بشكل جرافيك. الهدف منها هو ان الناس تبين بعض مش القرايه بس. المجموعه دي كلها في الادب الروسي هي 154 كتاب. هتلاقي كتاب صغير جدا في النص هنا اللي هو اسود وعليه صليب ذهبي هو اصلا كتاب من المجموعه. الكتاب ده الانجليزي كامل ولكن باللغه الروسيه. المجموعه دي كانت انتاج مكتبه مصر ومكتبه اسكندريه. كده هنا الجوله وعلوم تمسيحية تمسيحية. دي طبعا أنا سايباكم تتفرجوا على المناظر الجميلة اللي جوه المكتبة. ما شاء الله عليها بصراحة. تحف تحف والله العظيم. ربنا يا رب يبارك فيها ويحميها، قادر يا كريم يا رب العالمين. هي التذكرة زي حتى يعني حد ياخدها. هم؟ التذكرة زي يعني حد ياخدها. خلاص.
طبعا دي كلها كتب مختلفة من القانون والعلم مختلف طبعا، أقسام مختلفة، قانون وطبعا تبع الدين. بصوا كل حاجة موجودة في المكتبة، وكل قسم موجود طبعا ده مش مكان الاطلاع على فكرة، لأن في مكان الاطلاع في مكان تاني للاطلاع. أما ده فهو مجموعة مختلفة من الكتب، انجليش وعربي ودين وقانون. بصوا شتى المجالات بصراحة. تقريبا دي مجموعات قيمة قديمة، برضو في فن، في حاجات كتير حاجات كتير مختلفة يعني. سبحان الله. تليفوني في ايدي بقول لك ماما. مامتك انت؟ يا ست الكل، يا ست الكل. ايه مين؟ والله انت جيت امتى؟ ادهم. بجد؟ الصراحة طبعا دي مجموعة من جوازات سفر الأستاذ هيكل، تقريبا، وأقلامه محمد حسنين هيكل زي ما مكتوب معاكم. طبعا دي بقى القاعة اللي هي فيها الاطلاع. انا شايفاها من فوق، طبعا معرفتش انزل لان ممنوع ينزل فيها اقل من سن، من تقريبا مش عارفه 15 ل 20 سنه. من 15، اقل من 15 ما ينزلش القاعه. فطبعا انا كان معايا طفله حوالي 10 سنين، فما عرفتش بصراحه انزل، فبقينا نبص عليها من فوق، ما عرفتش انزل يعني، فحاولت ان انا اصورها لكم من فوق كده. هنا بقى كل الادوات دي كلها فخار، مصنوعه من الفخار. كانوا حاضرين على فكرة التصوير فيها، انا مش فاهمة ليه بصراحة، يعني حاجات فخار بس قديمة بس جميلة. كل التحف هناك حلوة بصراحة. انا حبيت بس اصورها عشان تبقوا اكنكم معايا يعني. ودي عملات قديمة برضو.
دي كلها طبعا صور، ما هياش فيديوهات، لان زي ما قلت لكم هم كانوا حاضرين تصوير الفيديو هناك في المكان ده، فحاولت ان انا التقط بس مجموعة من الصور عشان برضو تشوفوا جوه في ايه في المتحف اللي في المكتبة. بس بصراحة والله ما شاء الله ما شاء الله، كل حاجة فيها جميلة جميلة يا جماعة. لو عايزين تروحوا تتفرجوا على المكتبة هتستمتعوا جدا بأمر الله. انا كان نفسي اوصل لكل اقسامها على فكرة كده، بس جزء بسيط يعني من اللي جوه المكتبة، لكن الوقت ما اسعفناش ومعرفناش نكمل في المكتبة كلها. وطبعا كنا عايزين ندخل القبة السماوية، بس للأسف كان المفروض ان احنا بنحجز فيها قبل ما نروح، فاللي ماسك الرحلة معرفش ان هو معرفش المعلومة دي الا ما راح، فطبعا لقى العدد كومبليت مفيش اي مكان. فطبعا احنا رحلة وكبيرة ومفيش مكان لينا، فمعرفناش ندخل، رغم ان احنا كنا رايحين اصلا علشان ندخلها ونستمتع بالجمال اللي كنا سامعينه عنها. انتوا بقى قبل ما تروحوا بأمر الله احجزوا الأول علشان يبقى ليكوا مكان وتروحوا على الساعة بتاعته بأمر الله. طبعا تصوير الفيديو ده طبعا كان من شهر 7، الرحلة كانت في شهر 7 تقريبا. فطب يعني ما كنتش بصراحة، عندي حاجات كتير شغلاني، ومكنتش عارفة ان انا منتج الفيديو، كان فيه مقاطع كتير وزي ما انتوا عارفين فيه صور كتير، ما كنتش قادرة برضو اقعد واتكلم في الموضوع، فمعلش اتأخرت عليكم شوية في نزوله وفي منتجته. يا رب تستمتعوا بيه. طبعا المنظر ده كان عاجبني قوي بصراحة، كان من مطعم في سان ستيفانو. طبعا ده يا حبايبي بقى المبنى الجميل الرهيب، شكله جميل جدا سان ستيفانو خارجيا. ده شكله من بره، بعد شوية هصوره لكم من جوه. لكن هو ده المبنى الجميل بتاع سان ستيفانو. معلش المقطع معايا مكملش، احنا هنخش دلوقتي على اليخت اللي احنا ركبنا فيه. ده يخت بقى احنا ركبناه في البحر، بس ما شاء الله انا مش عارفة الموجة كانت هادية قوي كده ازاي، مش عارفة المنطقة بتاعة البحر دي ازاي وفين، مش عارفة. بس انا حبيت اصور لكم القلعة، حاولت بقدر الامكان ان انا اقدر ان انا اصورها، والحمد لله يعني صور منها اجزاء كده، ان شاء الله تستمتعوا بشكلها يعني.
طبعا احنا هنا بقى كده طلعنا من المكتبة وماشيين بقى في الطريق، حبيت اصور لكم الطريق برضو. في الباص احنا ماشيين كده متجهين بإذن الله المفروض ان احنا رايحين لسان ستيفانو، تمام؟ فاحنا هنروح دلوقتي بإذن الله سان ستيفانو. طبعا ده المشروع اللي هناك اللي هو حاجة كده شبه البنك بتاع زمان، بس جميل أوي، شكله حلو بصراحة، كان نفسي أركبه. ومناطق اسكندرية كلها حلوة ومبانيها كلها جميلة، حتى عندنا النور شكلها حلو، يعني كأنها حاجة زمان اللي فيها برنيطة دي بتاعت زمان، جميلة جميلة بصراحة. أسيبكوا بقى تتفرجوا على الطريق معايا. طبعا احنا هنعدي على المكتبة من بره برضه، هتشوفوها تاني من بره كتير، طبعا في الأكل ومناطق كتير بقى تعدوا عليها وتشوفوها معايا بإذن الله. اشوفه بره وجوه، ما شاء الله جميل جميل. الاسعار غاليه شويه وعاليه، بس هو ما شاء الله جميل وعرضه جميله ما شاء الله، عاليه جدا. ده كان ب 1550 عليه خصم ب 775. بس الاجواء كلها اخضرات السنه دي والوان جميله، الوان حلوه. بس ده جميل قوي، شكله حلو. أخضر شكله غالب على كل حاجة.
بصراحة أذواق والله جميلة أوي أوي أوي. يا رب تيجوا كده بإذن الله اسكندرية، أكيد مش هتمشوا غير لما تشتروا حاجات جميلة زي اللي أنا شايفاها. طبعا دي عبايات أهي السهرة بس تحفة. بلوزة الموف دي عسل. وفي شبابي وفي بناتي بيتي. مساء الخير أستاذة. طبعا انتم ملاحظين الاخضرات مكتسحة، الاخضرات مكتسحة. يعني هو المزايا كده جنب المزايا كده اديداس كيدز جنبنا وغيرنا. طبعا دي بقى الادوات الرياضيه، يعتبر ختمنا بيها اليوم. العاب رياضيه جميله، ويا رب ما تنسونيش بقى لايكاتكم الحلوه واشتراكاتكم الجميله. وما صدقوني الاشتراك بيفرق معانا كتير يا جماعه، اشتراككم حلو لينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.